السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ انا النهاردة بقى جاية اعمل معاكم فيديو جديد ومتحمسة خالص 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 النهاردة بسبب التحديث بتاع اليوتيوب الجديد. للقنوات الصغيرة اللي ما كملتش 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة مع اليوتيوب. امبارح لسه حاطط تحديث جديد للقنوات الصغيرة. ان هو هينزل اعلانات، يعني بس الكلام ده من بداية 2021. هينزل اعلانات على القنوات اللي لسه محققتش الدخل على الفيديوهات بتاعتها. يعني ما تتفاجئيش خالص لما تلاقي الفيديو عندك نازل عليه اعلان. بس طبعا القنوات الصغيره اللي لسه محققتش الشروط مش هتستفاد من الاعلان ده باي حاجه. يعني مش هيجيلها عليه فلوس ولا ارباح ولا اي حاجه خالص. بس هو اليوتيوب عامل الكلام ده لنفسه. ليه هو الارباح؟ ليه هو مش الانسان اللي منزل الفيديو ده. فده حاجة مش هتضرنا في اي حاجة خالص، بالعكس هي هتحمسنا كتير ان احنا نكمل وان احنا نوصل عشان خاطر نربح من الاعلانات دي. هو ده التحديث الجديد يا جماعة. فان شاء الله احنا متابعين ونشوف ايه كمان اللي عايزين يدهولنا، واحنا موافقين على كل حاجة هم هيعملوها. بمزاجنا غصب عننا موافقين. وان شاء الله نكبر كده مع بعض، وبحملة مستر عاطف الذهبي ان شاء الله يكبرنا ونكبر، وايدينا في ايدين بعض كده. القنوات الصغيرة دايما مكملين يا رب مع بعض. ده حاجة ما تزعلش خالص يا جماعة ان احنا الاعلان بتاعنا، الفيديو بتاعنا ينزل عليه اعلان واحنا مش مستفيدين منه. بالعكس انا حاسة ان ده حاجة بتحمسني اكتر ان انا اكمل الشروط باسرع وقت عشان خاطر نربح من الاعلانات دي. بس انا كويس يعني لما ينزل عند اعلان على الفيديو بتاعك اللي انت عاملاه، ده حاجة كويسة جدا يعني، وحاجة مشجعة ليكي، حافز ليكي ان انت تكملي الشروط. ان شاء الله بقى بالنسبة نتكلم دلوقتي عن القنوات الصغيرة، الجماعة اللي لسه مبتدئين بينزلوا فيديوهات، وبرضو مش مبتدئين والله، قنوات كبيرة برضو محققة الشرط الاول. يعني هي قنوات كويسة محققة الشرط الاول وبتخش على القنوات الصغيرة وبتعمل تبادل. يا جماعة طب انا عايزة بس اعرفكم عن الكلمات المحظورة اللي احنا كلنا عارفينها وبنتجاهلها برضو. القنوات المحظورة، الكلمات المحظورة في اي تعليق بتخشيه تعملي لأي حد فيديو، تعملي التبادل عشان طبعا تلم اشتراكات كتير والكلام ده كله. بتعملي تخشي على 30 40 قناة في اليوم تعملي تبادل. اشترك عندي، انا زرعت لك وردة، انا جاي اشرب معاك الشاي، انا زرت بيتك تعالى زورني في بيتي. الكلام ده كله يا جماعة مخالف لليوتيوب، والكلام ده كله بيخش اليوتيوب بيعرفه وبيدخل يحذف الاشتراك من عندك ومن عندها، من عند القناة الاتنين، القناة اللي عاملين تبادل. فاحنا طبعا للاسف احنا عارفين ان الكلام ده كله غلط، وبرضه بنعمله وبنكرره، ونروح برضه نعمل نفس الكلام مفكره ان انت هتعدي يعني بالكلمه اللي انت قلتيها دي. لا والله خالص ما بتعديش على اليوتيوب خالص. فيا ريت لو انت حابه ان انت ما تضيعيش وقتك اكتر من كده، ما تخشيش على القنوات. يا ريت بالله عليكي، يعني في قنوات والله بتبقى كويسه ومحترمه جدا وما بتعملش كده. فانتي ما بلاش يعني تضيعي وقتك على الفاضي، والساعات اللي انت قاعداها قدام التليفون دي على الفاضي. تعملي في تبادل، انتي عايزه تعملي تبادل عادي خالص يا جماعه، كلنا بنعمل. بس بتخشي تحطي تعليق على محتوى القناه، محتوى القناه او محتوى الفيديو اللي هي عاملاه. خدي اي كلمه من الاعلان اللي هي عاملاه في الفيديو او اسم الفيديو، وتخشي تكتبي تعليق عليه. اي حاجه، يعني مثلا واحده عامله كيكه، عامله طبخه كويسه، خدي الاسم من الاعلان اللي هي عاملاه، العنوان اللي هي عاملاه، واكتبي في التعليق. لو مش عايزه تتعبي نفسك يعني خدي كلمه واكتبيها في التعليق. الكلام ده كله كويس وعادي خالص، ما بيسحبش الاشتراك. طبعا قبل ما تخشي تقوم جايه حاطه الضغط على الزر الاحمر، هو زر الاشتراك على طول. خشي اسمعي لك دقيقتين ثلاثه، مش هتخسري حاجه خالص، بالعكس انت هتطلعي بمكسب منه. و... وبعد كده تعملي اللايك وتعملي الاشتراك وتحطي تعليق. لكن مش تخشي تضغطي على الزر الاحمر في ثانيه وتطلعي تجري. عادي اليوتيوب وراكي على طول بيمسح، هم شغالين علينا طول الليل. يعني احنا نخش نعمل تبادل وهم يخشوا يمسحونا على طول. فاحنا مش هنستنصح عليهم او هم اغبياء. لا يا جماعه، دي الات وعارفه هم قاعدين بيعملوا ايه، وعارفه الناس بتشتغل ازاي، وعارفه موضوع التبادلات دي والمواقع اللي بتعمل تبادل.
ومشاهدات واشتراكات، والناس دي كلها معروفة. فاحنا عشان تعملي حاجة كويسة ما تضيعش وقتك على الفاضي، نخش لبعض عادي خالص، عادي خالص. فرجيلك دقيقتين 3 على الفيديو، وبعدين اكيد يعني عامله فيديو برضو محترم، فيديو كويس برضو، فانت اكيد هتستفادي من الدقيقتين 3 دول. وبعد كده بقى تعملي اللايك والاشتراك وتكتبي لها تعليق كويس كده، وهي عارفه ان انت عامله كده وهتجيلك برضو تعمل نفس النظام. انا اي حد بيدخل عندي ويعمل اي تعليق محظور، بقوم جايه داخل على طول والله، من غير ما اول ما بعمل ازاله على طول. ما انا مش هضر القناه بتاعتي، انا مش فاتحاها عشان اضرها. فياريت ما كل حد ما يأذيش القناه التانية اللي ملهاش اي ذنب، يخش يعمل لها تعليق محظور ويضرها في قناتها. فاحنا يا ريت طالما قعدنا ان احنا نضيع وقتنا على التليفون وان احنا نتشاهد ونعمل اشتراكات ونعمل الحاجات دي كلها، نبقى نعملها بقى بتيجي بفايده، يعني عادتنا دي تيجي بفايده، وان احنا نكبر بعض بجد. وانا بشكر مستر عاطف الذهبي جدا جدا على الحمله اللي هو عاملها دي، تكبير القنوات الصغيره، وان هو واقف جنب القنوات الصغيره بيشجعها ان هي تكمل. واي احباط طبعا بيقابلنا في الطريق هو بيشجعنا. والله انا بحب اسمع فيديوهاته دي عشان بحس ان بيديني باور كده ويخليني اكمل تاني. بعد كل ما ابقى احبط هو بيديني باور بجد ويخليني اكمل. فان شاء الله احنا مكملين مع بعض ونكبر مع بعض. والناس اللي طالعه تقول في التحديثات ان ده بيحبط القنوات، وان هو لا، بالعكس انا شايفاها ان هي حاجه كويسه جدا، ان هي تحمسنا ان احنا نكمل وان احنا ننزل فيديوهات عشان ينزل عليها اعلان. والله لو مش هنربح منه كفايه ان الفيديو بتاعك بينزل عليه اعلان وتبقى مبسوطه كده وهو شغال، وتبقى حاسه ان انت بتعملي حاجه، يعني ان في حاجه فيها فايده. ويا ريت كلمات المحظوره يا جماعه بلاش منها خالص، بالله عليكم بلاش بلاش خالص. عشان قنوات اليوتيوب مش مجنون خالص ان هو يوافق على المهزله اللي بتحصل دي. وما تضيعيش وقتك على الفاضي. ورب كل اللي يخش بكرر الكلام تاني، كل اللي يدخل لاي قناه يعمل لها لايك وبس. قبل ما يعمل اي لايك مش هتخسروا اي حاجه خالص، واشتراك. لازم تسمعوا فيديو دقيقتين 3 الاول، وبعد كده تعملي اللي انت عايزاه. عايزه تخرجي بره الفيديو مش مشكله، بس لازم تسمعي لها دقيقتين 3 الاول عشان خاطر الاشتراك بتاعك يتحسب، تكون هي استفادت وانت كمان تستفيدي. ويا رب كلنا نكبر كده مع بعض ونشجع بعض ونفضل ايد واحده، ونسيبنا خالص من القنوات الكبيره ان احنا بنقعد نشاهد لها ونضيع وقتنا معاها على الفاضي. وبدل ما تشاهدي القناه الكبيره برضو شاهدي القناه الصغيره، اختك وصاحبتك وكده. فبرضو يا جماعه القنوات الصغيره دي مش عشان هي صغيره ان هي ما بتقدمش محتوى وحش، كويس. لا بالعكس، بتقدم محتوى كويس جدا وناس كويسه جدا. ويا ريت اللي سمع الفيديو ده ما ينسيش يحط لي لايك انا كمان واشتراك، وتتفرجوا على الفيديو قبل ما تحطوا الاشتراك وتعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت كلنا نكون استفدنا من الفيديو ده. و... وايه رايكم بقى في المنظر الجميل اللي عندي ده بجد مفيش احسن من كده، يعني ده حاجه بتديكي باور وطاقه كده جميل جدا. عشان تعرفوا ان الارياف فيها مناظر جميله ومناظر تريح العين والقلب وكل حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.